السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. تدخل بطولي ينقذ سائحا أجنبيا من الغرق بشاطئ إمسوان. قبل الخوض في هذه التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار. إليكم التفاصيل. شهد شاطئ إمسوان شمال مدينة أكادير تدخلا بطوليا لمواطن سبق له الاشتغال كسباح منقذ، مكنه من إنقاذ سائح أجنبي من الغرق بعدما باغتته أمواج قوية أثناء ممارسته لرياضة ركوب الأمواج. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائح كان بصدد ممارسة سيرف قبل أن تنقلب عليها الأمواج العاتية، ما جعله في وضعية حرجة وسط البحر، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية التي عرفها الشاطئ. وأمام خطورة الوضع، سارع المواطن المتدخل مستعينا بتجربته السابقة وخبرته في التعامل مع مثل هذه الحالات إلى ولوج البحر والوصول إلى السائح، حيث نجح في إخراجه إلى بر الأمان وسط إشادة واستحسان المصطافين والزوار. وقد لقي هذا التدخل الشجاع تفاعلا إيجابيا من طرف الحاضرين، الذين نوهوا بسرعة البديهة وروح المسؤولية التي تحلى بها المواطن، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تعكس قيم التضامن وركران الذات، وتسهم في حماية الأرواح في اللحظات الحرجة. وتبرز هذه الواقعة أهمية التكوين في مجال الإنقاذ البحري والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الأشخاص المؤهلون في مواجهة المخاطر البحرية، خصوصا في الشواطئ المعروفة بقوة أمواجها كشاطئ إمسوان، الذي يعد وجهة مفضلة لعشاق ركوب الأمواج من داخل المغرب وخارجها. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.